هنا بسم الله على بركة الله. اختي ولا خويا غنعطيكم واحد الوصفه اللي غزاله يا البنات، رائعه بنعمل كلمه. والصيف صيفه مدام. اليوم غادي نعطيكم هاد الخرقوم والدقيق الفورص والحليب. غديروا به واحد الوصفه يا البنات اللي ما غتخليش لكم الكنف، ما تخليش لكم النوش في الوجه، وتعطيكم واحد النعومه للوجه، واحد الاشراقه. انا نجيب لكم وصفات اللي مجربه وتنديرهم انايا. من تيجي تيسالي البرد تنبغيو الصيف يكون وجه لامع، يكون وجه زوين. او مهم من طبيعه الحال ليكرو ديال الشمس دائما خصها تكون دار. وحتى مرأة في البيت دير البطاطا تحكها وتلبقها لوجهها هي راه زوينه ملي تسالي الشقه ديالها وتسالي وديرها. تي دابا نحط لكم عليها وصفه، هادو كلهم تنديرهم زوينين. والخرقوم البلدي البنات اللي مدقوق تتاخذوه مع العطار وتطحنوه عنده تتشوفوه على عينيكم مطحون. هو هذا. والفورص والدقيق، ثلاثه المكونات ساهلين بساط. واحد الوصفه اللي غادي تجربوها من اول تجربه غادي تعجبكم وغادي تبهركم. غتبهركم البنات وما غاديش تقدروا تستغناو عليها. لون تكوني معروضه بحال اليوم معروضه والغد غادي تمشي ديريها في النهار مرتين، ديريها في الصباح ديريها في العشيه. ولكن كيف تغسلي وجهك ديري الكريم ديالك. غتقولي الخرقوم غادي يصبغ ليا في الوجه، غادي يبقى ما غاديش يبقى الخرقوم نهائيا. بعد ما غادي تغسلي الوجه ديالك داك المقشر الصابون اللي تيتشريو بلا ما نذكر الماركه، اي وحده راه عارفاه، تغسلي به وجهك مزيان ما غاديش يبقى اللون في الوجه، يخلي لك يشعل 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 داك الوجه تبارك الله ما شاء الله. هنا الاخوات غادي ندير المعلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال الدقيق الفورص شوفوا والحليب. هادشي اللي كاين البنات، ما كاين حتى شي حاجه اللي صعيبه والو. ومن بعد ما نخلطوا هاد المكونات مزيان، حتى اللي ما بغاش يدير الحليب يدير دانون السوس. انا تنعطيكم غير الحاجه المتوفره في الدار. اللي ما بغاش يدير الحليب يدير حتى دانون السوس راه زوين. صافي غنخفقهم مزيان البنات. شويه جاوني جارين، غنزيد واحد شويه الفورص باش يتجمعوا ليا المكونات. وغادي نلبقها من الوجه ديالي وغادي نتسرخها من 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، ما عنده حتى شي مضره للوجه والو. ندير واحد الموسيقى هادئه ونديروا لوجهي ونخليه على الوجه ديالي حتى ينشف. ومن ينشف ندير دوك الحركات الدائريه، راه كلشي عارفهم تبارك الله. انا غير الوصفه بغيت نوصل عليكم حيت هادشي تنديرو. الوصفات البلديه راهم زوينين وما عليكم غير اللي بغى شي وصفه خلي ليا في التعاليق. المهم غادي نزيد شويه الدقيق بحيث جريته بزاف، ولكن على حسب غادي نديرها للوجه والعنق. كتخلي البنات الوجه تيلمع، وحنايا العيالات نبغيو الوجه اللي يكون لامع ويكون زوين ويكون بنعمل كلمه، يكون داك الوجه ديالنا تيلمع. ماشي ناكلوا الخضار ونشربوا الماء بالكثره وناكلوا الخضار وناكلوا سلطه نغديو حتى الدات ديالنا من الداخل عادي يبان لينا الخارج. ومني تديري اي وصفه لك واكله هاد الماكله الغذائيه كامله صحيه، راه ملي تديري شي ماسك راه تيبان عليك غير غتفاعلوا مع الماسك. وغادي تخليو ليا في التعاليق وطلبوا الماسكات، غنجيب لكم بزاف الماسكات اللي طبيعيين وساهلين ومتوفرين في كل بيت. غادي تخلي لكم الوجه ديالكم من اول تشريبه ومن اول استعمال يبقى يلمع تبارك الله ما شاء الله. وانتم غادي تجربوا وغادي تحكموا ان شاء الله. غادي تجربوا نتوما وغادي تخليو لي في التعاليق وقولوا لي هاد فلانه واش هاد الوصفه تستحق تجربه ولا لا. البنات 6 معالق اخرى ديال الفورص. صافي نتوما خويو الحليب بشويه بشويه حتى تخلط لكم، ولا دانون السوس اللي متوفر عندكم في الدار هو اللي غادي نديروه. ما عندكم لا حليب لا دانون، انا والله الا غنسهل عليكم هو هادشي كله مجربه. غتشدوا الروز تبخوا تاخذوا داك الماء ديالو وتخلطوا به وجربوا هادشي كله وقولوا لي. صافي بعد ما تخلطات تنشدوها على الوجه بحال هكا
كنديروها ماسك للوجه ديالنا كامل بحال هكايا. انا ما غاديش نضيعها في يدي، غنديرها لوجهي، ولكن غادي غير نوريكم. غادي نديرها للوجه ديالي ونتسرخها ونترخها ونخليها واحد نص ساعه ونمعكها مزيان على هذا الشكل. نخليوها حتى تنشف. هانتوما شفتوا، نديروها على الوجه ديالنا كامل حتى تنشف، ونبركوا عليها. ملي تنشف لينا نبركوا عليها دائريه بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا. عارفين الفرص راه تيعطي حتى تجبيده للوجه، كيخلي الوجه حتى هو مجبد وزوين. هانتوما الاخوات، طريقه سهله وبسيطه، ما تاخذ منكم لا مجهود لا والو. وجربوا هاد الطريقه. غير الخرقوم طحنوه على اليد، ما تشريوش داك الخرقوم اللي تيكون فيه اللوان بزاف. الخرقوم يكون مطحون على اليد. شوفوه عاد مول العطريه حتى يطحن فيه قدامكم. صافي شويه بحال هكا ندرجوه على الوجه ديالنا تيكرم. انا عاحك دابا تنفيلمي تنوريكم حتى تيكرم لينا الكريمه على الوجه ديالنا. عاده حتى نبركو نديرو حركات دائريين ونغسلو بالماء دافي ونعاودو بالماء بارد، حيت الماء بارد تيجبد لينا البشره، تيخلي البشره مجبده وناعمه. صافي ونديرو الكريم ديالنا اللي معتمدين عليه. اي مرأة تتعتمد على شي كريم تديرو لوجهها. صافي هنا الاخوات على هاد الطريقه. نتمنى من الله الوصفه جربوها، يحك فعاله. وعلى تجربتي غير جربوا هاد الوصفه الاخوات. هذه انا غادي نديرها دابا، وقلت علاش ما نشاركهاش مع الاخوات. غسلت وجهي مزيان من قبل، غسلت وجهي مزيان حتى تنقى الوجه ونشفته. ماشي غادي نمسحوه، غادي ندير واحد المنديل رطيطب تنشف به الوجه ديالي، وغندير هذا الماسك على وجهي، وغادي ندخل الدوش نحكو مزيان بشويه. ندير كوماج ندرج بشويه بحال هاد الطريقه كما قلت لكم، دائريه بحال هاد الحركات يعطيو حتى يدوروا لنا الدوره الدمويه في الوجه والتجاعيد وكل شيء ان شاء الله. وديك الساعه البنات كونوا باغي نديروا الدوش وندوش. ومنين ندوش غسل وجهي كما قلت لكم بالماء بارد، ونخرج وندير الكريمه ديالتي. وها الوجه ديالي صباح لامع من داك الشيء. هاد الماسكات البنات من الاحسن ديروهم في العشيه، في الليل كاع التومايه في العشيه. مني تغداو تساليو ما تكونوش كاع غادي خارجين حتى الغد عاد خرجوا. مهم قلت لكم انايا والله الا بزاف الوصفات جربتهم وتيعطيو اللمعان في الوجه زوينين. ونتمنى لكم البنات تجربوهم وشجعوني. الله يجزيكم بخير، وخلوا لي تعليق، والسلام عليكم.